برج هذا اللي امامنا برج الحجوي. برج الحجوي. والمجيء ديالي في الحقيقه هذا الصباح هذا فيه شويه ديال اش غنسميوها لامبروفيزاسيون. دار البارود، برج دار البارود. قلت لكم برج الحجوي. برج الحجوي هو هذا اللي اون فاس راه هو. هذه الديوانه القديمه، وهادشي قلتو سي با كراف. وهذا اوتيل كونتينونتال، رجعوا شويه للتاريخ ديالو، عنده تاريخ كبير عريق. هادوك الناس اللي كيهضروا على تاريخ المغرب ولا يشوفوا غير هاد لوطيل وشكون الشخصيات اللي دازت هنايا، وغادي يعرفوا قيمه المغرب بطنجته الدوليه. هنا اطلاله على مدينه العتيقه طنجه. كما كتشوفوا كاين اشكال هندسيه في البناء، في العمران، تحف. وهذه كتبين تصوروا هادشي في دون لو طون، يعني في نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين. هادشي راه هاد المنطقة هادي راه ديجا كتعرف واحد الرواج تجاري. طنجة كانت معروفة لما كانت منطقة دولية، وهذه أيضا من الحويجات اللي ربما غنعاودها وقلتها وتقالت والأغلبية كيعرفوها، ولكن كاين البعض اللي ربما ما عندوش فكرة عليها. هي أن كانت هنا تقريبا جميع العملات اللي كانت سائدة آنذاك كانت كتصرف هنايا في ذاك الوقت. وكاين صور اللي يعني اللي كتبت هادشي اللي كنقول، ليست مزاعم وانما حقائق. وفي هذه الفتره اللي كانت منطقه دوليه، كان فيها التجسس، كان فيها البيع والشراء، كانت فيها الدبلوماسيه. لهذا تاريخ هذه المدينة يعني عندها رصيد باقي ما مستغلش كما يجب. نزيدو من هنايا نضربو واحد الطليلة على جهة ساحة الأمم. وهذا واحد الفندق هنايا. الهندسة فين ما كندوز هنا كيعجبني نشوف فيه. هذا اللي كتشوفو. الوغ هاد الناس هادو شي واقف هنا شي واقف هنا. سير على الله سير. انت اللي كنتي مبلوكي لنا الحركه، كيحكفوا الجو زعما راه ما داير والو. شوف هذا عاود مشكل هنا، مشكل في طنجة، مشكل عويص، وهو الباركينغ. ترى الحماق هنا. هادشي دابا الصباح، اما في العشيه نتوما ما عندكش فين تحط القصديره ديالك هنا، امبوسيبل. هادي ساحة الأممية، هادي فين كاين هاد الشجار وهاد اللعيبات. وهذا مول معروف بابن بطوطة. فيه لي مارك اللي معروفين، الناس اللي كيتبعوا لي مارك كيشريو لي مارك ولا بلا ما يتعذبوا يمشيو حتى لباريس. باريس غتمشي غتشوف حديده واقفه، يعني لا تور حديده واقفه. شناهي شوف التصويره ديالها وقرا عليها شويش وكذا وصافي، بلا ما تعذب راسك تمشي باش تطلع. خصك غسيل الفندق الا كنتي اون فامي باش تطلع تشوف باريس. دابا ان بتي درون وتسارع مع راسك باريس بحال افضل بكثير من انك تشوفها من اعلى لا تور ايفل. ولكن دوك الناس كيعرفوا يسوقوا ما عندهم.
حنا بون الظاهرة قلت صراحة، قلت. أه قلات. كان من قبل الاسوار العتيقه، ولا كما كنت كنقول عليها ان مرحاض في الهواء الطلق، ان حنا حاشاكم كنتبولوا على التاريخ ديالنا واحد الوقت. دابا الناس عاد عاقوا بان شنو هو العرض السياحي اللي غتقدم، شنو غيجيك السائح شنو غتقول له؟ عندنا العمارات جاو من عندهم، ولكن ملي كتقول له عندنا مثلا ساحة جامع الفنا، عندنا ساحة الهديم، عندنا غير الساحات هذوك شي حاجة اللي ما بقاتش كدور عندهم هما. بون حنا هنايا هاد البناية اللي أمامنا هذه كانت معروفة بكفراد. كنظن منظمة العمل الإفريقي ولا ملي كانت قبل الشكل الأول في المنظمة الإفريقية قبل ما يتغير الاسم ديالها، وملي كان المغرب انسحب منها، ملي كان فيها في المرحله الاولى كانت هذه المنظمه كان المقر ديالها هنايا. بون ملي انسحب المغرب دونك تشل النشاط ديالها هنايا، وما بقاش المغرب مع هاد الافارقه. ولكن تبين فيما بعد ان ديك سياسه الكرسي الفارغ استغلتها الجزائر بواحد الشكل فظيع. كان خصني نوقفلو ياك، ولكن ما كاينش راطي. قبيح. اسباس بوبليسيتير الوي كتشوفوا ياك كبير واحد، حتى الحيوط ولاو كيتكراو مزيان باش على الاقل لو سانديك يلقى شي مدخول باش يصبغ العماره. وهذه البحث عن موارد خص شويه ديال الاشهار. دابا نتوما كتشوفوا اللي بغى يبيع شي حاجه ضروري خصو يشهرها ضروري. الو لو بولفار دو طونجي لو ماتان. ودابا واحد المجموعه ديال العمارات دابا كنظن الضوء خضر. وي اي فوالا. واحد المجموعه ديال العمارات انهم بداو كيردوا البال حتى هاد التنظيم على مستوى لي سانديك باقي عندنا حنا هاد المشكل. وهاد النقطه غنطول فيها شويش. كتلقى عماره فيها 30 واحد على سبيل المثال، كتلقى جوج الناس مراد كيشعل الضو الدروج، كيطلع في لاسونسور، كيخرج الزبل ديالو وما كيخلصش لا كوتيزاسيون ديالو. بالله عليك هذا اش غدير معاه؟ هذا خص طحنوه، هذا خصو يتطحن بشكل مجازي. لا ادعو الى العنف، ما عندها حتى معنى. ساكن مع الناس وما تكوتيزي. ما بغيتيش هاد السكن بشكل جماعي، سير اسيدي وسكن بوحدك ولهليش عليك كاع هذيك دارك دير فيها ما بغيتي. وان كان الشكل الخارجي ما عندكش الحق، لانه داك الفضاء عمومي فيزوال كتشوف. نشر لي السليبات ديالك تما في البالكون ولا حشومه صاحبي، جمع مصارنك. راه شحال هادي والله سيدي لا قريتها في كازا، ملي كانت السلطات الاستعماريه كان مولتا، كان ان بروسي يدير لك اسيدي دائره الا علقتي الملابس الداخليه ديالك في البالكون. ما تفلعسش على ناس، جمع مصارنك ونشرهم لداخل. دابا لا كتم دايز والشراشر ديال المشر مع من تهضر، وإلا هضرتي هذاك خينا يطلق ومالك وسير اللي في جهدك دير. اللي كيقول لك هاد الجمله اش غدير معاه؟ دونك لو سانديك هادوك الناس اللي ما كيخلصوش راكم نقمه على المغرب. الناس كتنظم، وداك لو كونسيرج سجلوه اسيدي في لاكيس سوسيال ديالو، حتى هو راه بنادم، حتى هو عنده الحقوق، وحاسبو. وما كاينش تسخرو سير جيب بوطه ولا
سير جيب بوطه ديالك ولا جيب شي واحد اخر، لان هذاك المهمه ديالو الحراسه. في ذاك الوقيته اللي يجيب بوطه وقع ما وقع، المسؤوليه دمن. وي نهبطوا سيدي على شارع الحريه. الكونسولا دو فرانس هو هذا اللي اون فاس معنا. بون البري الامن الوطني اون بيرمانونس هنايا. هذا اللي كتشوفوا على اليمين هذا سي اوتيل المنزه. هذا دخلوا تقراو عليه. بون توت اون هيستوار هنايا، عند من كان وشنو كان هنايا واش باش ولا والسمعه اللي كان عنده. هذا كان في الوقت ديالو شي حاجه خياليه. وهذا شارع الحريه كنظن ما كانتش السميه ديالو شارع الحريه، كان عنده شي سميه اخرى ومن بعد عاد سماوه ما عرفت، يمكن لي اسبانيول كنظن كاين ليبرتاد. بون هنا عندنا جوج طرقان. هادي كانت كتدي وتجيب، هي باقا متراسيه، ولكن ملي داروا هاد لي باركينغ هنايا ردوها سونس انتير. هنا في العشيه ما تلقاش منين دوز. بون داكشي علاش في الحقيقه فرحت هاد الصباح خاويه. و مشيت في مهمه مستعجله للمرسى، بلغت شي ان كوليي، الحمد لله تمت العمليه بنجاح. لا ما دخلتش لو بور، غير في غير في الميناء. عندك عاود يقول لك شي واحد كتاجر في المحظورات حتى بنادم ولا على سبه خصو غير فمن يلصق. هادو المطاعم ملاحظه ديالي هي انهم خصهم يركزوا شويه على النظافه. كانت غتخرج لي كلمه مسخن، لا جي با دي سا. خصهم يزيدوا شويه النظافه، لان النظافه مهمه. راه الماكله هذه الماكله ادنى تعفن. ها انت خصك غادي وكتجري كتقلب على الو ندوزو من هنا باب الفحص. هذا باب من الابواب، ما عرفت 7 ولا 8 اللي كاينين في طنجه، واللي عندك 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 عندك. شوف هي ما عجبوش الحال، قلت له علاش عندك. السياح انتم كتشوفوا الحمد لله كاين البركه. وهاد الناس اللي صحابين هادو ضرب الفواكه مع راسك الرخلاح. فواكه في المغرب. شي واحد اللي كيقول بون خص المواد الاساسيه صراحه انها ما باش تبقى الطبقه اللي دات الدخل المحدود انها تبقى ما تمش بالامن الغذائي ديالها. والمواطن اللي تغدى مزيان راه غادي يكون في صحه جيده. مالك معصب. وإلا كان في صحه جيده ما غادي يكونش الضغط على المستشفيات. والانسان اللي كيتغدى مزيان وكيكون في راحه نفسيه وفهذا يعني الروندمون ديالو كيطلع في الخدمه، في داخل الاسره كيقلوا حالات. راه قلت الشي، اش كيقول المثل ديالنا، قلت الشي كترشي. دخل المحاكم المغربيه وغتشوف ان لا بلوبار، ما كنقولش كلشي ولكن لا بلوبار ديال الوغ كاينين جوج طلعات. هادي اللي كدير الحومه ديالي، وهادي اللي كتطلع للقصبه. دابا الدنيا خاويه شويه من هنا، نديروا واحد ولا تنشوف شي واحد كيعيط غير